في تطور جديد يشغل الرأي العام اللبناني والعربي، أعلن الجيش اللبناني في بيان رسمي أن الفنان فضل شاكر سلم نفسه لمخابرات الجيش عند مدخل مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا مساء 4 أكتوبر 2025. من هو فضل شاكر؟ فضل شاكر فنان ومغني لبناني مشهور، ولد عام 1969 وبدأ مشواره الفني في التسعينيات. يتميز بصوته القوي وأسلوبه الرومانسي في الغناء، وقد حصل على شهرة واسعة في لبنان والعالم العربي. من أبرز أغانيه: عمري ابتدى، حبيتك، مالك إلا قلبي، شاكر كان مطلوباً. على خلفية أحداث عبر عام 2013، وهي المواجهات التي اندلعت بين الجيش اللبناني وأنصار الشيخ أحمد الأسير، وأسفرت عن سقوط عدد من الجنود. بعد تلك الأحداث اختفى فضل شاكر لسنوات داخل المخيم قبل أن يقرر مؤخراً تسليم نفسه طوعاً. الجيش اللبناني أكد أن التحقيق معه بدأ فوراً تحت إشراف القضاء المختص دون الكشف عن تفاصيل إضافية في الوقت الحالي. فضل شاكر الذي كان من أبرز نجوم الغناء العربي أثار الجدل منذ اعتزاله وارتباط اسمه بالقضية، قبل أن يعود إلى الواجهة الآن بعد قراره المفاجئ. ويبقى السؤال المطروح: هل تكون هذه الخطوة بداية صفحة جديدة في حياة الفنان فضل شاكر؟ تابعونا لمعرفة آخر التطورات مع الالتزام بالمصدر الرسمي للأخبار. شكراً لكم.